هنبدأ مع بعض سلسلة من وصفات التوفير إن شاء الله. النهاردة هنعمل كبة الحمص، اللي هو حمص الطبيخ، مش الحمص الشام ولا حمص المقلى، حمص الطبيخ. هنبدأ بالمقادير. كل كوباية حمص بستعمل معاها كوبايتين من الرز المصري الأبيض العادي، بدون نقع بدون أي حاجة خالص. باخد الحمص بتاع الطبيخ، بحط منه الكوباية الحمص دي، بحط عليها كوبايتين الرز وبغطيهم بالمية، يعني ممكن احط من 3 ل4 كوبايات مية عليهم، وبحطهم على النار يتسلقوا لحد ما بمسك الحمص الاقيه اضغط عليه بصباعي كده يتكسر معايا بمنتهى السهولة ويتهري كده تحت ايدي. بضربهم في الكبة وبحط شوية ملح وفلفل وشوية كركم. تمام. تحشوها بقى عصاج، تحشوها عصاج لحمة، فراخ معصجة، تحشوها خضار. انا هنا عصقت شوية لحمة وحطيت معاها عودين من الكرفس الافرنجي، وحطيت شوية من الكزبرة الخضراء. تمام. بتبدأوا تصبعوها وتحاولوا، طبعا الشكل متروك ليكم. الكبة دي من الوصفات العراقية، هما بيدوها الشكل اللي انا هعمله دلوقتي ده الشكل بتاعها عندهم. انتوا عايزين تشكلوها بأي طريقة هتشكل معاكم وهتبقى زي الفل ان شاء الله. انا هعمل جزء هنا بالعصاج، وعصقت شوية خضار، بسلة على جزر على فاصوليا مع بصلة وفص ثوم وشوية ملح وفلفل، وبرضو استخدمتهم في الحشو لو مش حابين تحشوا لحوم يعني. انا اهم حاجة او اهم ملاحظة يعني ان احنا ما نخليش الكفر اللي بره ده يكون سميك. طول ما انا بصبعها او بشكلها بشيل الاجزاء الزيادة، او زي ما انتوا شايفين هنا دي بسلة وجزر وفاصوليا، برضو حطيت عليهم عود كزبرة خضراء ورشة نعناع، فص ثوم ومعلقة بصل، وعصقتهم مع بعض وحشيت بيهم عشان اميز طبعا الاتنين عن بعض. عملت اللي بالخضار دي عملتها على شكل اقراص. عايزه اقول لكم ان انا عن نفسي حبيتها اكتر من الكوبيبه الشامي. برضو لو حسيتوا ان العجينه بتلزق شويه في ايديكم، هتجيبوا جنبكم شويه ميه صغيرين وتساعدكم في التشكيل، بتبلوا ايديكم فيها وانتوا بتشكلوا. اهو انا ببل ايدي في الميه وبشكل، بتساعدني جدا في قصه التشكيل. الكوبيبة دي بنقليها في الزيت. ممكن تفرزوها، يعني طبعا لو هتعملوا كمية تعملوها وتفرزوها في أكياس في الفريزر، الكيس على قد الأكلة. على فكرة ال3 كوبايات دول اللي هما كوباية الحمص مع كوبايتين الرز بيعملوا معانا كمية ما شاء الله لا قوة إلا بالله كبيرة جدا. علشان كده انا اعتبرتها من وصفات التوفير. طيب لو فرزناها بنقليها ازاي؟ بطلعها بين ايديا بس كده، يعني الزيت يكون سخن قوي، بفركها بين ايديا شويه عشان اشيل التلج من عليها وانزلها وهي فروزن في الزيت. ما تملوش الطاسه قوي، وحاولوا مجرد ما تحطوها في الزيت بالمعلقه كده وتحطوا عليها زيت عشان تتشمع كويس. بصوا بقى، قرمشه رهيبه، احلى من الكوبيبة الشامي مليون مرة. انا عن نفسي عجبتني جدا، وانا واثقة ان انتوا لما هتجربوها هتعجبكم قوي. تعتبر كمان ممكن نستخدمها الوصفة دي في وصفات رمضان. نفرز منها كمية ونطلعها على طول على التحمير. اللي قدامكم دي كانت بالعصاج، دي اللي بالخضار. بصوا شايفين القرمشة، بصوا عاملة ازاي، الكفر يبقى رقيق كده والحشوة كتير، تحفة تحفة تحفة. يلا جربوها وان شاء الله تعجبكم، وصحتين وهنا.